يا مساء الورد، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا بالليل في الشتاء بنحب واحنا قاعدين ناكل حاجة حلوة كده تكون دافية وفي نفس الوقت ما تاخدش معانا وقت. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل ام علي. هتجيبي طبق ملفيه او فينو محمص او توست اللي عندك، يعني تحمصيه وتعمليه، او طبق ملفيه بيتباع بره عند الفطاطري، عند سوبر ماركت، زي ما تحبي. هتحطي كده الملفيه، هتكسريه في صينية في طاجن الموجود عندك. هتجيبي علبة قشطة من السوبر ماركت، قشطة جاهزة، قشطة بلدي اللي انت حباها. هتحطي كده القشطة ومعاهم معلقتين كبار فول سوداني او اي نوع مكسرات انت حباه اللي موجود عندك. مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس طبعا بتدي طعم احلى لأم علي. هنحط القشطة، بعد كده هنجيب كيلو حليب، هنحط معاهم 4 معالق سكر او السكر اللي انت ايه حباه على حسب ما انت تحبي تظبطيه يعني. هتغلي الحليب وهتحطيه على الملفيه على طول، وهتكوني حاطه القشطه زي ما انت شايفه كده. مش هتاخد معاكي حاجه وهتطلعيها احلى ام علي تاكليها. هنحط في الطاجن، هتحط في صينية الموجود عندك، حط فيه طواجن صغيرة زي كده، كل واحد ياخد له طاجن. عندك طواجن كبيرة تحطيها مرة واحدة، ما عندكيش حطي في صينية زي اللي انا حطاه، زي ما تحبي حطي زي ما انت عايزة. هننزل كده باللبن السخن وايه، ونكون حاطين القشطة اللي احنا حطيناها عشان تسيح مع اللبن السخن. بس كده. وبعد كده هنجيب معاكي كريم شانتيه، هتضربيه الاول وبعد كده هننزل بيه. مش عندك كريم شانتيه مش مشكلة، الموجود عندك حطيه، يعني مش مشترط حاجة، الموجود عندك في البيت حطيها. هنسيحها كده وهنظبطها. وبعد كده هنجيب ايه كريم شانتيه اللي احنا ضربناه وحضرناه، وهننزل بكل ايه صينية او طاجن معلقتين كبار كده حلوين، وهنسويهم من فوق زي ما انت شايفة كده. عندك مثلا معلقة زبدة عايزة تحطيها، معلقة سمنة بلدي على الوش، زي ما انت حابة، بس كده هتبقى اخف واحلى. وهنسويها كده بالراحة عشان خاطر ايه تديك الوش الحلو لما تدخليها الفرن. طبعا الفرن هتكوني مسخناه على درجة حرارة عالية، دي مش هتاخد سوا ولا اي حاجة. هتدخليها حوالي 10 دقايق. اول ما بس تشوفيها شدت كده معاكي، هتشغلي عليها الشواية تاخد اللون وتطلع على طول. طبعا تكوني محضرة معلقة سكر بودر ترشيها على الوش عشان تديك اللون التحميرة الحلو اللي احنا بنشوفه بره. بس كده اهو، زي ما انت شايفة كده. هترشي معلقة السكر البودر وهتحطيها في الفرن زي ما قلتلك، تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية. اول ما تلاقي كده اللون غير معاكي هتشغلي عليها الشواية تاخد اللون المحمر الحلو اللي بنشوفه، ونطلعها على طول، ما بتاخدش اي وقت معاكي. هنمسح كده الصينية والطاجن ونظبطها، وبعد كده هندخلها الفرن وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن شكلها عامل ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا انا قطعت معلقة بسرعة عشان خاطر فيه مستعجل ومش مستني عايز ياكل منها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تجربوا الوصفة، واشوفكم على خير واقول لكم مع السلامة.